بند المونة مهم جدا، واللي اوله شرط اخره نور. السلام عليكم. اول حاجة في اللي اوله شرط بند المونة. ايه المونة؟ الخامات اللي حضرتك بتشتريها، الخامات العادية اللي هو الرمل والاسمنت والطوب. دول مهمين جدا وبيسببوا لك مشاكل كتيرة جدا في بنود كتيرة جدا، واحنا ما بنهتمش بيهم. اول حاجه الطوب، لازم تشوف اصلا اليونت بتاعتك مبنيه بانهي طوبه ومقاساتها ايه وتشتغل بناء عليه. وانت في التعديل اللي انت بتعمله لازم تستخدم نفس الطوب، ماشي؟ وخصوصا في الحمامات ان انت لازم الجزء اللي تحت يبقى طوب اسمنتي. تاني حاجه الاسمنت، انت حرفيا برضو ما بتسالش الاسمنت اللي جاي لي ده نوعه ايه، مش عارف اي حاجه. لا، احنا الاسمنت اللي انت بتبقى محتاجه في البنود بتاعتك، خصوصا المحاره وخصوصا تركيب السيراميك، لازم تجيب لهم اسمنت خرسانه المحتوى بتاعه، لان انت بتبقى محتاج ماده الربط والبوندنج بتاعه يبقى كبير جدا، فانت لازم ما تسترخصش في الاسمنت. اصعب حاجه بقى، وانا عارف ان دي قد ايه هتبقى صعبه عليكم، وهي بتبقى صعبه عليا انا، يعني انا كمتخصص هي صعبه عليا جدا. الرمله زمان، ماشي، ما كنا صغيرين كده كنا بنطلب الرمله ونقول نوعها ايه. انا عارف ان دلوقتي ما بقاش اوبشن ان انت تقول انا محتاج رمله. احنا المفروض التوصيف بتاعنا الرمله اللي احنا بنستخدمها في التشطيبات تبقى رمله اسمها حرشه، الحبيبات بتاعتها تمسكها في ايدك كده مش زي السكر بس اقل شويه، وتكون لونها اصفر. دي اللي انت بتستخدمها، لان بعد كده اي حمار او اي لون بني او اي سواد او اي لون ابيض فيها دي املاح. والاملاح دي بقى بتعمل ايه مع حضرتك؟ تخلي المحاره تشرخ، تخلي السيراميك يطبل، تخلي وتقعد يعني تمسك في الصناعيه اللي شغالين، وانت اصلا الخامه اللي انت بتخلط فيها خامه رديئه. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه يا رب؟ نعمل ايه؟ تمام، هقول لك تعمل ايه. في شركات كتيره جدا من شركات الاسمنت ابتدت تعمل مونه جاهزه. المونه الجاهزه دي بيبقى مخلوط فيها الرمل، تلاقي ان المواصفه بتاعتها ما فيهاش املاح كبريتات، ما فيهاش. المونه الجاهزه دي في منها منتجين، في منتج 6 شكاير، يعني كل متر رمله بيبقى مخلوط عليه 6 شكاير، وفي منتج تاني كل متر الرمله مخلوط عليه 9 شكاير. تمام، طبعا ده ليه استخداماته وده ليه استخداماته، بس هو الاهم منه ان هنا في ال6 شكاير وفي ال9 شكاير الرمله بتاعته بتبقى مظبوطه. بند المونه مهم جدا، واللي اوله شرط اخره نور. السلام عليكم.